بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، وبعد. عقيدة السلف في كلام الله عز وجل. الله قميلا حقح سلفين خليلو عقيدة يزداغ دوار. قول بيتا تقيتشروي وقل أحآله غير مخلوق كل ندات كلام مليكنا ويبتشحي قمل ويديل قمل بوغدوز بذلك القرآن ديل قمل الله قمل كل ندات بوغرب دان الأتقياء ديل خيرنشير دقتيشم خلبو ديل خيرنشير عقيدة خليو وأفصحوا اشت إدع قيقين تار. الشرح سنة شرح ديشر دوي إن شاء الله. من عقيدة أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة عقيدة من الصحابة أصحابين عقيدة والتابعين تابعين عقيدة ومن تبعهم تار الإحباحكينشير عقيدة وخلا أنهم لا يشكون تيرشيك وتخلا بأن القرآن كلام الله حقيقة بقل أدل الله قمل خلريح تكلم الله به سبحانه وتعالى سيلح وجه الله دين قمل دوئز وأوحاه إلى جبريل تو جبرائيل الملك دين قمل دوئز عليه السلام فسمعه جبريل من الله جبرائيل ملكنا الله خزن قمل دوئز ونزل به تو واحد والسينائز واحد دينائز إلى محمدا صلى الله عليه وسلم وبلغه محمد صلى الله عليه وسلم تق محمد دعقاتينائز إلى الأمة أمتي. قال تعالى سيلح وجه الله بوق وإنه بقلاء إذا إنه بوش الضمير قرآني يجشو وإنه لتنزيل رب العالمين بقلاء عالمين ديلير دوسين دهر نزل به الروح الأمين إحش إدوسوش إوحدحش تيشمي سدوسين يعني روح بوق جبرائيل ملك دو إدحش جبرائيل الملك واحد وسنستيغلر مش داحش على قلبك حندقده لتكون من المنذرين نخلر بشارع خلي ترحم بلسان عربي مبين تنج عربي مطح يزدنا دوز لتنزيل رب العالمين إلرتو عالمين ديلير دوس هندو إزال أي وشت ألج تكلم به تو دينا قميل دوز ونزل من عنده سبحانه وتعالى سيلا حويجو تنقرقر واحد والسناء دوز نزل به الروح الأمين تيشمي روح واحد أرئز تيشمي جبرائيل الملك واحد أرئز إلرتو وهو إذا جبريل جبرائيل الملك دو الموكل بالوحي ديليرا وعبوسوش بولشو خامنته والتيندل على قلبك حندقته لتكون من المنذرين نهلر بشارع حخلي ترحم. هذا خطاب هر قمل للرسول يلشني حجيندو صلى الله عليه وسلم بأنه تلقاه هندالشي سيسنرك إولدالي عن جبرائيل الملكير بلسان عربي مبين تنج عربي متح يزدنا دوئز لغة القرآن قرآنا موت أنه عربي عربي موتبو وهي عربي موت أفصح اللغات متنش نقح أقري خز قوز موتبو. وقال سبحانه وتعالى سيلح وجه الله يغالم إنه لقول رسول كريم بقلاء ديكتشو جيلانشي دشنش دوش يعني ويشت جبريل جبرائيل دشنش دوش عليه السلام ذي قوة نتقبلش دول عند ذي العرش عرش يولشن جرجح وهو الله سبحانه وتعالى إذا سيلح وز الله عرش يولش الله جرجح مكين چوغدل يعني دالا ايدين دول دزدين دول سيلح دين دول بوغدوز عرش يولش دالا سيلح دين دول دزدين دول يعني ويشت الشي مكين الشي سيقع دوتك جبرائيل ملك دو عليه السلام هند الشي
سيلاح ويج الله هنجرجح سي دولش دوز لارم بولش دوز ديكا دوز تنديل ألدوتنخ عند ذي العرش عرشان دين جرجح عرش يولشون جرجح الله هوز مكين دوز يعني سيلاح دوز شو دوز ديك دوز وشت ألشي أعطاه الله قوة الله تنا نسق بالله وأعطاه الله مكانة الله تنا سيلاح متج يلا الله تنا سيلاح درج دلا مكانة بوغ متج بوغ درج بوغ دو وأعطاه الله مكانة الله تنا سيلاح متج سيلاح درج دلا وقربا منه شين جرجا دجنا شين جرجا وزنا مطاع ثم استغلنا شكعبرش شين متأخلش دوئز ويشت ألشي تطيعه الملائكة ملائكش متأخلش دوتون أمين دالة تيشمي دين دوئز على وحي الله عز وجل الله بوسوش بولج خامش تح اتسع يغضي يشردوه سو إيررق عند ذي العرش عرش يولشو دال جرجح مكين سيلع دوئز مطاع ثم استغلناش كعبش شين متأخلوش دوئز يعني تطيعه الملائكة ملائكش متأخلون أمين تيشمي دوئز ويشت ألشي أمين تيشمي دوئز على وحي الله عز وجل الله يربسو خامن دح هذه أوصاف جبريل عليه السلام إدقر ديناش جبرائيل الملائكة كتوشدو فهو أمين على وحي الله الله خامن دح أمين دوئز لا يزيد فيه تأتوغ توتن تحقهم ولا ينقص تنخ يشاء تدوتو تحقهم وإنما يبلغه تو إديل خامة يلجني دقاج بوا كما تحمله شين تمدلر عن الله جل وعلا ثم قالت سلطح اللسيلح وجه الله وما صاحبكم شناق وست موات يعني يشتغل شيء محمدا صلى الله عليه وسلم وما صاحبكم بمجنون شناقست محمد كورتن تلخ الموات حيق لختي الموات حيرو الموات كما يقوله المشركون مشركنا ما ألر نفى عنه الجنون محمد صلى الله عليه وسلم تلخر بوخرق داتر يدي الله آية ولقد رآه سنة محمدا جنائز ولقد رآه محمدا جنائي جبرائيل أي وشت آلشي رأى جبرائيل ملك جنة عليه السلام على صورته الملكية شي ملك سرتح مدر رآه تن إجن خلا فوقه شين أغلح ببطحاء مكة مكة تحن توغح مكة تحن أتاغح جنة بالأفق آنح يعني وشت آلشي عنان السماء استقلن عرششكه جنة رآه تن إجنا رؤية عيان شي برقش ساني شي برقش ساجنة ثم قال جل وعلا يقول سيلاح ويش الله قرآن جوا ولقد رآه هنسلي جنة نزلة أخرى قيش كيبر إدوسش نزلة أخرى بوغ مرة أخرى بوغ دو يعني ولقد رآه محمدا جبرائيل الملك جنا نزلة أخرى قيش كيبر دوش شي مدر دول سورتع دوسش بوغ دوس ولقد رآه محمدا صلى الله عليه وسلم جبرائيل الملك هنسلي جنا نزلة أخرى شي مدر دول سورتع الله تنقلن دول مدر دول سورتع أي وشت آلشي رأى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل محمدا جبرائيل الملك جنا على صورته شي سورتع مرة ثانية شزلغة عند سدرة المنتهى دوزا يستحدلو لوتس أولو ديت دولجح ليلة المعراج استقل ويحقنج بوس فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ويبيمر محمدنا رأى جبرائيل الملك جنا على صورته التي خلقه الله عليها الله يقلن دولو تنبقدل سورتح مرتين الشز مرة في مكة جنة ومرة في الملأ الأعلى استقلح جنة لقرنش بولشح استقلع بش بولشح جنة عند سدرة المنتهى دوزن شقين يحضلوا لوتس أولو ديت دولجح
وما عدا ذلك إشي متجيوتش قيل خينشكح قيل متجشكح فإن جبريل يأتي إلى محمد صلى الله عليه وسلم جبرائيل الملك محمد دوغش خلا في صورة رجل استكسرتح وعنده أصحابه محمد صلى الله عليه وسلم قونا خائولشح أصحاب شخلشة يرونه تال إجوش خلا رجلا استجسن شخصا استجسن جوش خلا تاني لأنهم لا يطيقون رؤيته هند ألشي إكتر نتقوش البلشبات على صورته الملكية شي ملك سرتع إخلج فهذا توثيق إديس نجا تيشمي خلال جوش داقردو لسند القرآن الكريم سيلع دولش قرآني إسناد سيلع دولش قرآني زع يعني سيلع دول القرآن وحدي أن يل زعيو إسناد تيشمي خلال جوش داقردو أنه تلقته أمة محمد صلى الله عليه وسلم محمد أمته قرآن صحيحنا من محمد عن جبرائيل الملكي جبرائيل الملك عن الله يرصحيسنا عز وجل فهو كلام الله إذا الله انقماده يعني سيلاح دولشو قرآني إسناد قرآني زعيوز قرآن محمد بيامر صلى الله عليه وسلم جبرائيل يرحيسنا وجبرائيل الله يرحيسنا الله جبرائيل الملكي وعدايتنا محمد جبرائيل الملك محمد يسحد الله محمد شي أمتي دقاتنا صلى الله عليه وسلم وأما إضافته دعوة ترخدك ديتك إلى ملكي في قوله ديل دشع إنه لقول رسول كريم وإضافته إشتا القرآن دعوة ترخدك ويديتك إلى محمد صلى الله عليه وسلم في قوله ديل دشع إنه لقول رسول كريم بقلا إذا يلجند وشدو وما هو بقول الشاعر بيت خوش دشنش دات أشياء يعني تحن آية يح جبرائيل ملك دشنش دو ألا فوق آية يح محمد دشنش دو ألا تنه موقيت ويز ديل قمال مدوز تير قمال دو آل ريبعان هدو إتاريخ دعوة تريبعان هدو فهي إضافة تبليغ القرآن إديل قمال دقيقين محمد جبرائيل دول ديلا هوتندو إتارشنخ إضافة تبليغ أوتنخ دقيق ور أمتي دقاش در تارشن قول خيل دول ديل هوتندو إتارشنخ فمحمد صلى الله عليه وسلم محمد وجبريل جبرائيل عليه السلام كلاهما متحمل أتشموت إياتندو ومبلغ أتشمو دقاتينا دو لكلام الله قمال ديل قمال دو أنا دقاش در ترشن تديلن خل ديلي ترشن قمال دو ألا تنخ والكلام قمال إنما يضاف دهوش دهون إلى من قاله ألا جوخ مبتدئا دحر إلى من قاله إدين جوخ مبتدئا دحر لا إلى من قاله إقمال دين جوخ وتشداتون إز مبلغا هذا جوش مؤديا دقا جوش لأنه لا يمكن أن يكون الكلام من ثلاثة هند ألشي تحقمال قانجر خليشيات فالله أخبر الله ونديتنا أنه كلامه شيق مال خلار وأضافه الله إزدحيتنا إلى الرسول الملكي ملك جيلانشيخ وإلى الرسول البشري أدم جيلانشيخ هند خواتنا تارشنا من باب إضافة التبليغ فحسب إدقاش در تارشن غولا خل دولدالي هاتن دوئي تارشنا وهو كلام الله ابتداء إذا دحر دين الله دين قميلدو وهو كلام جبريل ومحمد صلى الله عليه وسلم فإذا جبرائيل محمد قميل خل تبليغا عن الله عز وجل ألا يرحايت أدمشك دعدال ريح شاشنجر دين دا ترشم دينك تبليغ دو وهو كلام جبريل ومحمد صلى الله عليه وسلم تبليغا محمد جبريل قمل عن الله يرحى يسنى دقاش دريح خلدو لا يشك المسلمون في هذا أتحقح بصوب نيشيك ويايات لا يشك المسلمون في هذا بصوب نيشيك ويات أنه كلام الله إذا الله انقمع الخلارح منزل الله دوسين خلارح غير مخلوق قل نأدوج قال تعالى سيلح وجه الله ألق إنا أنزلنا إليك الكتاب أوحيق كتاب دوسينه وقال تعالى سيلح وجه الله يغاء الله تنزيل الكتاب من الله يردوسين دو جين
وقال تعالى سيلح ويش الله يقول الله منزل من ربك بالحق حنديل يردوسين دو إبقونت سيلح ويش الله القرآن شعد القمل جبرائيل ملك قمل دو محمدي قمل دو الله هند إقمل دقاتينك محمد أنت دينك جبرائيل دول ديل أمتي دقاتينك محمد دول ديل إيش دقاتينك دول ديل دقاتوش ترشم إقمل دين ديل دو إترشم قمل دو أما مدر ألشي قمل دحر دين شن خلشتو والله جل وعلا وصفه الله وتو قرآنه دك ديسنا بأنه كلامه إذا شي قمل دو فقال تعالى سيلح وجه الله حتى يسمع كلام الله سنة خزي ترحم الله قمل نقع مشرق ناخر تم حيلول ويتحار يعني قولي ويتحار يجرق ويتحار شين الآلح ويت إشين جرق حتى يسمع كلام الله سنة خزي ترحم الله قمل إيماني وور ستيش إزال يريدون ترن لا أن يبدلوا كلام الله قمل خيز قيام حتى يسمع كلام الله الشع الله قمل إلتو كلام الله يريدون ترن لا أن يبدلوا خيز كلام الله قمل فوصفه الله قمل ديتي بأنه كلامه إذا شي قمل دؤال الله إقامل ديتي إذا شي قمل دؤال وأنه هو الذي أنزله إدوسينك شاو ألا أما الأشاعرة فيقولون أشاعر شؤول أشعري مذهب عبشبوي أشعري عقيدتش سيرقول إنه مكتوب في اللوح المحفوظ إذا لوح المحفوظ شح دعياز ديندو وإن جبريل أخذه جبرائيل الملك وسحيس نائز من اللوح المحفوظ اللوح المحفوظ جل ونزل به إقدحش إزدوسن على محمد صلى الله عليه وسلم أشعري عقيدة إشتيو وهذا قول باطل إخستك ديتردو فإن جبريل لم يأخذه عن اللوح المحفوظ فجبرائيل لوح المحفوظ شرحي يسدات قرآن وإنما أخذه عن الله عز وجل إذا الله يرحيته نعم بغضه هو مكتوب في اللوح المحفوظ لوح المحفوظ شرحي يسدين دوئز قال تعالى هند ألشي أتحق عسيلة وجه الله بل هو قرآن مجيد إذا يهر سيلة قرآن دو في لوح محفوظ لوح المحفوظ أحدل قيش آية الله وإنه بقلاء قرآن في أم الكتاب لدينا تكون جرجح جيني نان جحده جيني نان بوغ لوح المحفوظ أم الكتاب دو آية تحديش إذا لوح المحفوظ دو وإنه قرآن في أم الكتاب لوح المحفوظ شحمد لدينا تكون جرجح لعلي حكيم الله حكمتي سيلح وزيئه يعني يشتغل شيء القرآن قرآن بوغدوز فهو مكتوب في اللوح إذا لوح المحفوظ عايز دندو بلا شك شيء كويوج ولكن جبريل لم يأخذه عن اللوح أما جبرائيل الملك اللوح المحفوظ دير حياة ذاتي كما تقوله الأشاعرة أشاعر إما ألر إما ديتر وإنما أخذه عن الله جل وعلا مدر الله يرحيس دوتوئز فينبغي معرفة هذا تنديلي دوز ديز إهم لأن هذا مذكور هند ألشي اللوح المحفوظ شرحية سندبورك ديتشدو في عقائد الأشاعرة أشاعري عقيدة شكح وقد رد الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله قنخية بويل سنخ شيخ محمد إبراهيم ردينا قجداقنا جواب دلة على هذا القول أتو قميلشنا في رسالة مطبوعة زوربني دالدول شيطان جينح وهي أيضا في رسالة مطبوعة زوربني دال آرخيتن دول شيطان جينح وهي أيضا مع فتاواه إشتا رسالة إجينا تنفتواش نقيحدو سماها رسالة أجينا تتلنا الجواب الواضح المستقيم في كيفية نزول القرآن الكريم رد تودحل جواب دالله على هذا القول أتقميلش وأبطله إقميلش خارس دينا دوخ دينته لأن القول بأنه أخذه من اللوح المحفوظ جبرائيل الملك قرآن لوح المحفوظ شرحية سندبوش ديشت القمل وسيلة نقبخ غير تردو إلى أن الله خلقه في اللوح المحفوظ الله لوح المحفوظ كل ندو بوش دك آل كما تقوله الجهمية جهمش أولش مخلر إذ
فهذا مأخوذ من قول الجهمية طائق ميلش جهمش دش قميلش دي حياة سندو، وهو قول باطل طائق خرص قميلدو يجب التنبيه عليه أستحسم ويرسم خلال واجبدو. والله جل وعلا سيلح وزي دلوشنا نسقوش الله من صفاته الفعلية الله فعلي كتوش خدو فعلي صفات شخدو أنه يتكلم تو قميل دي شخلر، كما أنه يخلق إشتا تو قل شخلر دو ويرزق رزق شخلر دو ويحيي دين يشخلر دو ويميت عجل يشخلر دو ويدبر أرخل دي شخلر دو مسوهم ليل وشخلر دو ويشاء ويريد سنة هما لو شخلر دو. فهو سبحانه وتعالى سيلح وز الله يتكلم كلاما قميل يليق بجلاله شي سيلا لستنبولش دولش كيبر كسائر صفاته قدروا تن صفاتش سنة يتكلم قميل تو متى شاء شين لئن شخينح بما شاء شين لئن دولش همانتا إذا شاء شين ملئن. وكلامه قديم النوع تن قميل حلخردو قديم دو حادث الآحاد أما دوسوش خينح شيشي خينح وحده السندو، بمعنى ويشت ألشي أنه يتكلم إذا شاء شين لئنش خينح توقميلدو يتكلم بالقرآن قرآن شوح درق أولتو وقت نزوله دوسوش خينح ويكلم جبريل جبرائيل مليكي قميلدو وكلم موسى قا قميلدنتو وكلم نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ويبيغمر محمدي قميلدنتو ليلة إسراء بوس مكة بيت الأقصى بيغنا تيغل واقنج بوس. وقبل ذلك تلحلخ كلم آدم عليه السلام آدم يهدنته قمال ويتكلم يوم القيامة قيمة دينح قمال دير دلوش دسو فيحاسب الناس ناخي برتخطر بلوشبو ويكلم المؤمنين مؤمن ناخي قمال دير دلوش دو في الجنة يلسمن يجح ويكلمونه مؤمن الله قمال دير دلوشدو فهو يتكلم توديشدو بكلام قديم النوع شي قديم دل كلام لا بداية له شي يحق يوجدو كسائر صفات اشتا قدل صفاتش مخلرتن تا يحق يوج دائم نأخل قديم حادث الآحاد قش داقر وعد واسدر شي خين شكح خيل دوز. وسائر الكتب المنزلة على الأنبياء بيغمشنا تدسين دول قدل جينيش كلها كلام الله جل وعلا إدرق يدعون الله قمال ومنها تاريخ دعون القرآن الكريم سيلاح قرآن الذي هو أعظمها تاريخ أقري سيلاح نقلورشتل أقري لادمي نقلورشتل الذي جعله الله مهيمنا عليها ودرق جينش لح كورت نقليرن دول الله فهو كلامه جل وعلا إذا الله قمال دو حقيقة مدرة لا مجازا قيج معني أحدوش منزل منه تودوسين دوي غير مخلوق قلنا دوش. هذا مذهب أهل السنة والجماعة إذا أهل السنة والجماعة مذهب دو ويصرحون بهذا تارع دقائق وشدد دويس. والمسلمون في زمن الصحابة أصحاب زمن جح بصل بنيخة ليس عندهم شك في هذا أصبل يحتير تأع شيك خلايات وإنما لما ظهرت الجهمية جهمي مذهب يحبش برجنش خينح وقالوا تار إيلر القرآن مخلوق قرآن قل دوال وكذلك إشت لما ظهرت المعتزلة والأشاعرة معتزلش أشاعرش ومشتقاتهم تار أصحاب اللش برجشة رد عليهم تندحلوير أهل السنة سنة أهلنوا وبينوا تار بالقلدر أن القرآن منزل قرآن الله دوسين خلر غير مخلوق قلنا دوش بالقلدر تار هندا إبطالا خرص خلر قوش دا قردوها لقولهم إتير قميل لأنه إذا قيل هند ألشي إن القرآن مخلوق القرآن قل دوالج ومعناه تنمعن خلق أن الله لا يتكلم الله قميل ديش واتبور والذي لا يتكلم قميل ديش واتبور لا يكون إلها ديل خليشيات كما قال إبراهيم عليه السلام لأبيه إبراهيم بيغمر شيديق ما ألر يا أبتي هي سندا لما تعبدوا لول هند دؤح عبادة هند دؤح ما لا يسمعه دعد يسر خزش يوتش
ولا يبصر هما قش يوتش ولا يغني عنك شيئا تحنا كيبر حو كالحرواق حين دغو دوتش يولش همان فالذي لا يسمع تنديلي خزش يوتش يولهم ولا يبصر قش يوتش يولهما جماد شحص دوتش هم جماد دوز. وفي الآية الأخرى قيج آية الله واتخذ قوم موسى قوم ديرة دوتر من بعده إدالي قمال دوغان شوتها من حليهم شيقع خيل دولشو خزريخ عجلا جسدا إيسان ديغ كيب إيس دوي تن ديغ كيب يوتر تار شيقع دولشو دش يشخر له خوار يعني صوت يرتن خش عيخا عيغير إزبوغ دوز ألم يروا تانسجر أنه لا يكلمهم توشي قميل دش سخلر أولا يهديهم سبيلا توشش نيس نونيس دش سخلر لا يكلمهم تو ترقى قميل تدوى لأنه جماد هم دالشي توح سدوشهم يلديل دينهم يوزديل فدل قصديل قميل وقويتو على أن الذي لا يتكلم قميل دش ووترق ليس بإله ديل خليش سخلر وكما قال في الآية الأخرى قيج آية الله ما ألر فأخرج لهم عجلا جسدا توتن دوتر كيتشدير إيسن دير كيب له خوار أغا أغش فقالوا تأقتار إيلر هذا إلهكم هرشو ديلو وإله موسى ديليو فنسي موسى شي ديلا ويتوليل شو كرتويش أفلا يرون تنسجر تيح ألا يرجع إليهم قولا قد إيسنوا شاشدش قميلا تعا شين جوابلوش سخلر اسنوا شين تعا جوابلوش سخلر يعني ويشت قالشي لا يكلمهم تو تعدوش الا شي قميل دش سخلر تغيرتار ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا تنكرح شينا يزيد يبيد بر تخلر تغيرتان وان ات آية ألا يرجع بوغشادل هذه ليست المصدرية مصدر ما عندكش دلو and that is بل هي المخففة ديد النندوز من الثقيلة دز شنونخ والأصل أصل أنه لا يرجع بوغدو ولذلك صار الفعل مرفوعا بعدها تنديلي تندعدوشتو الفعل مرفوع نستلا فالحاصل تقصديتن جمع ديشا أن الذي لا يتكلم ويستخل شووتر قميل دا شووتر لا يصلح للربوبية الخلاء يشيات والإلهية دي الخلاء يشيات لأنه ناقص هندالشي يشم بوتنغا كيف يأمر أمر موضي يدتو تعديئل وكيف ينهى هم مدي مو يدتو وكيف يدبر أرخل موضي يدتو وهو لا يتكلم قميل ديش سخلج هذا تعجيز لله عز وجل إذا الله غورسز وغير تردو والله جل وعلا يقول سيلح وجه الله بوغو قل أحآله لو كان البحر مدادا خوردخ شيق خلج لكلمات ربي سديل دشنشنا يبور سديل دشنش دعياز ده خوردخ شيق خلج لنفد البحر يهورد قاش لرمبر قبل أن تنفد كلمات ربي سنديل قميل قاش دلي حلخ ويقول قيش آية تحبو ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام لا تتعمل دول ديتش قول مشخل دهتج والبحر يمده من بعده شيقا خورد تح 7 أبحر قئوة خورد خلج والبحر يمده من بعده بو شيقا خورد بوي إبقبلش تلدح 7 أبحر قئوة خورد خلج ديل دشنش دعياز ده ما نفدت كلمات الله اللهن دشنش اللهن قمل قاش لرمدات فكلمات الله اللهن قميلش التي يأمر بها تو أمر دش دلوء وينهى تو تعطلهم ديخش دلوء ويدبر تو أرخل دش دلوء دائما دو وأبدا أبدا لتدو لا تحصى اجدقر دلوردوش دات ولا تكتبها البحار وردشك دعياز دلوردوش دات وأقلام دنيا شرقول مشكا درك دعياز دلوردوش دات والجهمية يقولون جهمش أولو كلام الله مخلوق الله قمل قلندو أولي
فهذا فيه وصف الله بالعجز أتقمي له الله غورسز والويت غير تردو وأنه لا يتكلم إقمال ديش وات الويت تردو ولا يأمر ولا ينهى أمر ديش وات هم مدي الدوخكش وات ألا ويت غير تردو. وفيه أيضا إشت أتقمي لشكاح أن هذا القرآن ليس كلام الله قرآن الله هنقمال دات غير تردو مع أن القرآن قرآن دل شيحة هو الأصل الأول حال خربوخ من أصول الأدلة تيشلين بخيخ. فإذا كان ليس كلام الله أي الله هنقمال تخيلج فكيف يستدل به تيشلين مولي الوردوز دليلا مولي الوردوز وهي دسيسة يهودية إقميلش بيتاندو جوكتش يقدرجين جوكتش يقدرجين بيتاندو لأن أصل مذهب الجهمية هندالشي جهمشي مذهبي بخ مأخوذ عن اليهود جوكتش كرح يتبو كما ذكر شيخ الإسلام بلغ المدقر رحمه الله تعالى سيلح وجه الله خيخية بويلتنا في رسالته الحموية حموي الدلو شيجينة سؤال أنه مأخوذ عن اليهود جوكتش كرح مذهب دو جهمش وليس هذا بغريب على اليهود جوكتش ديشي باش تامش بهما دات لعنهم الله يرنعت خليلتان الذين حرفوا كلام الله هندالج الله هنقمل قلدق نشمبوش وبدلوا الله هنقمل خيس نشمبوش وغيروا الله هنقمل دوخي نشمبوش فهذه دسيسة من اليهود إذا جكت يغديان بيتاندو ليبطلوا القرآن قرآن دوغ ورحم الذي بأيدي المسلمين بصل نيكرح دول فهذا مذهب خبيث إذا دقبيو مذهب دو ولهذا تندل إن برى الأئمة علم ناخ بويلا إمامش بويلا إلى رده أتبلغن جوب تلاء وإبتاله إخارت خلال قشداقة وبيان أنه زيف مدسوس يقدرجين إخارتهم خلال بلغل داقة بويلاش. أما من يقول أتعبول شعر أول إن مسألة القول بخلق القرآن كل ندبوخش دول مسألة خطر وبروس لا تحتاج حشتيدات إلى هذا الاهتمام أتل سمويا أتل ترغويا لأنها من فضول الكلام هند التصونخ قميل شخدوئز أوليا كما يقوله إولش مخلر بعض المتحذلقين شين هم خأمواتي دغيرش بول تبول ناغم أولش مخلر من الكتاب المعاصرين هو زامن شح يزدر خويخ بول ومن يتسمى بالعلم شيقاح علم دبوغش ليلش بولشارة يقولش مخلر فهذا قول باطل فإذا خارج قميلدو وهذا تهوين إذا ديدردو هما داتش داقردو من مسألة خطيرة شوغ لادمية شوغ كويرت دولو خطر لا ينبغي التساهل فيها تنجح تادويا يشيوش دول فليس هي من فضول الكلام هي صونخشو قميلش خاداتي وهذا الكلام تارديشتو الإقاميلش تسفيه للأئمة علم نخ إمامش سوانت لا غير تردو الذين اهتموا سمو ينبلو بردها تنجوب دلرت وعذب من عذب تحبوا الجنة عازبش دل بسببها إبحنع كالإمام أحمد إمام أحمد عازب دل مخلر القرآن قول دؤال بوش وقتل من قتل منهم تاريخ تحبش بينا في ردها يقوش داقش يخرس ديش تنجوح ديال بول ثم يأتي من يقول تول دعواغا وغيتحم أولو هذه مسألة تافهة إما فيدبوت مسألة در ولا تتحمل كل هذا أتلا قحي يشوش دات تديحبوغش فهذا إما أن يكون جاهلا جهل تقوع لا يدري عن شيء هما تدويش وإما أنه متجاهل يشين تخو سرطة مبطل دوخ ورحم يريد ألا يرد على الجهمية خرط بتلوش قوش باق تلوش وحون إذ على الجهمية جهمشأ والمعتزلة معتزلش والأشاعرة أشاعرش وبعضهم يقول تحبول جناو قول الناس أحرار ناخ مرشبو لا تحجر عليهم يحكم غير تان حرية القول قمي المارشو وحرية الكلمة دوش المارشو دوش المارشو قمي المارشو يحكم غير ناغ مرشبو تحبول جار يعني ويشت الشي تنشلاتم لا ترد الباطلة
خرسو قوش ما يغبوهردو ولا تبين الحق بقلك دوزا ما دوزيت بوهردو كل له كلامه هو رأشي قمال دا يشولشو وكل له قوله هو شينوك آل يشولشو فعلى هذا أستدوغتش تكون الدنيا فوضى هردنك دنيا كي يقلردو فينبغي التفطن تنديلا كي تمخل بيز سمخل ويز لهذه الدسائس أزو بتنشنا وهذه الشرور أزوونشنا التي تحاك ضد المسلمين بصلنا عن دحلا قيلخ بيرتش بش كي يقوشدل متخدوغشدل قول النادم رحمه الله خنخية بويلتنا بيت خوشو إيلر وقل أحآل غير مخلوق كل ذات إز آلية هذا رد إذا قش باخردو على الجهمية جهمشأ ومن قال بقولهم تار ألك ألشأ وقوله بيت شكح شيخ إيلر كلام مليكنا ويبتشحي قميل دو إز الملك بوك هو الملك إذا بتشحه والله جل وعلا هو الملك الله هو بتشح قال تعالى سيلح وجه الله تبارك بركة يو الذي بيده الملك بتشح الشيكر أحدر وهو على كل شيء قدير مصه منا نتقوش ويز وقال قيش آية الله دال قل قال اللهم يا الله مالك الملك بتشح اللين تؤتي الملك بتشحل لشور من تشاء حين لؤجنج وتنزع الملك بتشحل صدق شول ممن تشاء حين لؤجنجر وتعز سيلح ويشول من تشاء حين لؤر وتذل سيسز وقشول من تشاء حين لؤر بيدك الخير دك حكر أحدق إنك على كل شيء قدير مصه منا نتقوش شوق فالله جل وعلا هو مالك الملك الله بتشحل لندام وأما الملوك من بني آدم تحينا بول بتشح شدك ألشي فإنما ملكهم عارية تتاقعد البتشحل تنخنن دلدو تاقع يؤتيها الله من يشاء منهم تاريخ شين لؤجن لؤز الله ثم ينزعها منهم تلدع تاقر صدق توي ويعطيها للآخر تحقق قيتشن دعلو توي فهو من باب التداول الله خي تأخيتش تحن كرلوش قيتشن كرلوش ليلو تشخلي تشخمدو إز أما الملك الثابت الدائم أما دائم دول خيسلوش دوس بتشحل ليختك ألج لا يزول دعت دولشتل فهو ملك الله إذا الله هن بتشحل دو جل وعلا وحين تقوم الساعة يقول الله قيمة دهوتن شخينا الله إيردو جل وعلا لمن الملك اليوم حين دو تغن بتشحل فلا أحد يجيب جوبلش ساعة آخروات ولا أحد يتكلم قم يلدش ساعة آخروات فلو كان لأحد دعوة حنيت عن آلهم خلي حاري لقال إيردرتو تيجاه الملك لي بتشحل شي دوئل تعلقت عن آلهم خردات تيجاه ثم يجيب الله تاق الله جوبلردو جل وعلا نفسه شيئا فيقول تو إيردو لله الله هندو بتشحل الواحد تعولشو القهار دلوشنا نتقوشش ولج ولا أحد يعارض في هذا أستح ريز وتش تاع آخروات أستح دهل تاع آخروات فالملك لله جل وعلا بتشحل الله يدو وإنما يهب من يشاء الله شيلو تشنغلو شيئا من الملك بتشحل يخترحهم مدة محددة قستين تنخن ثم تصودع إما أن يموت بتشحل شيك دال دلر قلة أو يؤخذ منها الملك يتنجر بتشحل سحيوز وينزع بالقوة تقصق نزقش سعداق تنجر قول الناظم رحمه الله تعالى سيلح وجه الله خنخية بويلتنا بيت خوش وإيلر بذلك إذا أي بأن القرآن غير مخلوق القرآن قل دات بوخرج دوئز قوله تؤيلر دان الأتقياء ديلا خير شير عقيدة خليو بذلك القرآن قل دات بوغ دان الأتقياء ديلا خير شير عقيدة خليو يعني يشتغل شيء اعتقد الأتقياء من الأئمة هذا القول ديلا خير بالإمامش عقيدة يرشخلبو قوله بيت يحتو إلر وأفصحوا تاري دعقيقين أي ويشت ألشي أظهروه للناس ناغنا قجأ داقنا تاري وقالوا إمام شأل القرآن منزل قرآن دال دوسيندو غير مخلوق قل نأدات لم يسكتوا تب العدسعين إش ويقولوا تاتأل هذه آراء نيخيتش نيوين شيشأل وتركوا الناس نخ عدات بتنتر أتشيخيتش على حرية الكلمة
دش مارش ويبوغش وحرية الرأي شيء وين خلا مارش بتبيز بوغش بل إنهم أفسحوا مخلأ تار قج داقنا غاية الإفساح دقشوغا داقش وناظروا قيس مشلاتين تار وجادلوا بخش دعقايتين تار وألفوا جينيش يازدين تار وكتبوا يوزنش يازدين تار في رد هذا القول القرآن قل بوغش دوش دولشو أميلشنا دحل إشجوش دوغش هندا لخطورته إسقيرمي دولديل وشناعته بيوغ إرشاء دولديل ولما فيه من تنقص لله عز وجل الله هنبوغ بيبر دولديل أتقميلشكا فلا يسع أهل العلم تند العلم نيشات أن يسكتوا تب العدع عن هذا القول أتقميلشنا أو يتساهلوا فيه يأستحى ملبلا إشياتير برغت بولا إشياتير ترغم بوتوش إديتا إشياتير والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين.